ماشية. بالنسبة لفيروس كورونا، الحمد لله اللي رجعت الأمور تدريجيا من 1300 حالة إلى ما يقارب 520 حالة، فالشكر لله، والشكر كذلك لكل من ساهم في انخفاض هذا العدد. بالنسبة للحياة الاقتصادية، أعتقد أن الأمور ماشية والميزانية تاع 2020 ربما ظهر باللي قاعدين في الطريق اللي سطرناه، يعني أن لا يمس أي مواطن ذو دخل ضعيف بضرائب جديدة. بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة، فالجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض. ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه، ولكن الجزائر ما تزعزعش. ولا ناخذ مرة أخرى مقولة أو قول ولي الله الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم فيها للناس مكروه، ما حل بها عسر أو ضاق متسع إلا ويسر من الله يتلوه. بالنسبة للدخول المدرسي الحمد لله أوصي فقط مرة أخرى، بالأخص بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد، أوصي السيد وزير الداخلية والولاة على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الضر، وبالأخص بالنسبة للوجبات السخونة والنقل المدرسي. في الختام، أتمنى إن شاء الله أن أكون بينكم في أقرب وقت وأسرع وقت، وليس بذلك على الله بعزيز. شكرا على ساعة صدركم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. السلام عليكم.